عارفة شعور انك بتجري في سباق ملوش خط نهاية؟ تصحي قبل الكل، تلبسي العيال، تودي الحضانة والمدرسة، تروحي الشغل، ضغط المدير، ترجعي من الشغل، عشاء، بيت، تمارين، ترويق، مذاكرة، تترمي على السرير وانتي مهدودة بعد كل ده، ويجي صوت من جواكي يقولك على فكرة انتي مقصرة. لو خزان طاقتك خلص وحاسة انك بقيتي تتعصبي على أتفه سبب، الفيديو ده مش عشان اقولك تعملي ايه في البيت، الفيديو ده علشانك انتي وبس. ريستارت يا ست الكل، لان لو الموتور اتحرق العربية كلها هتقف. خليني احكي لك قصة سارة ام عاملة شاطرة جدا. في يوم رجعت من الشغل الساعة 5، لقيت البيت مقلوب والعيال بتتخانق، واكتشفت انها نسيت تجيب فينو للمدرسة. قعدت في نص المطبخ وانهارت من العياط، مش عشان الفينو، عشان هي كانت خلاص. الوضع الحالي وظروف الحياة والضغوطات اللي بقينا نمر بيها يوم والتاني بقت تخلينا نشيل فوق طاقتنا. بنحاول نرضي المدير والزوج والعيال والمجتمع، ونسينا نرضي أهم شخص في حياتنا، النفس اللي ربنا استأمنا عليها. في علم النفس اللي بتمر بيه ده اسمه احتراق الأمومة. انتي مش أم شريرة ولا وحشة علشان بتتعصبي ساعات، انتي بس فصلتي شحن. جسمك بيفرز هرمون التوتر طول اليوم، ولو ما خدتيش لحظة ريستارت الهرمونات دي بتبدأ تاكل في أعصابك وبالتالي في صحتك الجسدية. طب عارفة القرآن قال لنا ايه؟ قال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا اللي خلقك عارف حدودك، فليه انتي ما تعترفيش بحدودك؟ ولنفسك عليك حق، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انك تهتمي بنفسك ده عبادة مش أنانية. وهنا بسمع صوت أمهات كتير تقولي طب احنا هنعمل ايه في الوضع اللي احنا فيه، في المسؤوليات الكتير، احنا مضطرين لكده. هقول لكم هنا ان احنا هنبدأ بحاجات صغيرة لكن مفعولها ساحر. 1، قاعدة 15 دقيقة المقدسة. هي ايه دي يعني؟ هقولك خطوة بسيطة خالص. اول ما تدخلي البيت ادي اطفالك الحضن الجميل، وبعد كده تدخلي على طول تاخدي دش، تسترخي، تشربي كوباية قهوة او مشروب انت بتحبيه مع نفسك لمدة 15 دقيقة. تهدي، تتنفسي، تصلي ركعتين بهدوء. كل ده بينزل منك التوتر اللي كنت فيه طول اليوم بره البيت. ال 15 دقيقة دول رغم انهم قليلين لكن هيخلوكي ترجعي مرة تانية في نشاط وتتعاملي بهدوء مع الأطفال. 2، ودي حاجة مهمة جدا، فوضي المهام. مش لازم الحاجة اللي تتعمل تبقى طالعة 100% علشان انتي عاوزاها تبقى كده، وبالتالي مش بتخلي اي حد غيرك يعملها. اقبلي التقصير، فمش لازم تكوني السوبر وومن وانت اللي بتعملي كل حاجة. خلي مثلا الاطفال الكبار يشيلوا اطباقهم بعد الاكل، خلي مثلا جوزك يساعدك في حاجة بسيطة لما يكون متاح. مهم تشاركيهم المسؤولية، ده بيعلمهم الرحمة بيكي وبيعلمهم قدام ان هم يكونوا قد مسؤولية نفسهم، وبيشيلهم المسؤولية واحدة واحدة. 3، اليوم المينيمم، وده هيكون يوم في الاسبوع انت بتعملي فيه اقل القليل اكلة سهلة، ترتيب سريع، وسيب الباقي، الكمال لله وحده. خلي بالك، البيت اللي فيه ام هادية ومبسوطة احسن بكتير من بيت بيلمع وام بتصرخ. يا بطلة، انت مش محتاجة تثبتي لأي حد انك ام خارقة، انت انسانة عندنا نقص وطاقتنا ليها حدود، احنا مش ابطال خارقين. الفتن والضغوطات اللي حوالينا والمسؤوليات الكتير اللي اتحطينا فيها محتاجة مننا صبر وحكمة، مش جري وعصبية. ركزي في صلاتك، استمدي قوتك من ربنا، كلمي ربنا كتير، كلميه عادي كأنك بتكلمي واحدة صاحبتك، ولله المثل الأعلى. كلميه عادي جدا بلغتك البسيطة، مش لازم مصطلحات صعبة عليكي، كلميه عادي خالص، احكي له كل حاجة، هتلاقي نفسك ارتحتي جامد، وده عن تجربة. ومش عاوزين ننسى ان ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لنا ان احنا هنتعرض لفتن، نتعرض لضغوطات ومسؤوليات جايه، وادانا كمان العلاج، ما سبناش كده وبس. قال لنا ان احنا لو تعاملنا مع الاوضاع والظروف والضغوطات دي والفتن دي بحكمه وصبر هيكون لنا جزاء كبير جدا. لو تعاملنا على الاساس ده هنرتاح خالص. وطبعا مهم تفتكري ان ولادك محتاجين حضنك اكتر ما محتاجين البيت اللي بيلمع. لو انت تمام بنسبه 50% البيت كله هيكون في سلام. مستنياكي تكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتضغطك في يومك كأم عامله، وهنرد عليها في الحلقات الجايه ان شاء الله. ودي كانت اول حلقه في سلسله دلعي نفسك لكل ام عامله وغير عامله في البيوت المصريه والعربيه، لان مهم زي ما احنا بنهتم بالاطفال ونفسيتهم وازاي نتعامل معاهم بشكل سليم، مهم برضو نهتم بالام
اللي هي محرك البيت الأساسي، ونهتم بنفسيتها وإنها تدلع نفسها، علشان لما الأم وحجر الأساس في البيت تكون مبسوطة وهادية ومرتاحة حتى لو بنسبة 50%، البيت كله بيكون مبسوط ومرتاح. فأنتي مهمة، دلعي نفسك يا ست الكل. لو أنتي أم عاملة والفيديو ده لمس يومك ولمس شعور جواكي، تابعيني عشان تشوفي باقي حلقات السلسلة معانا وتعرفي ازاي تتخطي كل ضغط بتقابليه وكل مسؤولية وكل شعور سيء بيجيلك. كوني في عيلتنا الكبيرة واشتركي في القناة واستني حلقاتنا في سلسلة دلعي نفسك. انتي ام غير عاملة وتعرفي ام عاملة، ابعتي لها الفيديو ده علشان تستفيد.